معانا نص كوباية من الزبدة، خدناها على النار وهدينا عليها النار تسيح، ولما تبتدي تدخل في الكرملة كده بنضيف عليها نص كوباية من الكاكاو ونقلبهم مع بعض. لما يدوبوا وبعدين هنشتغل في باقي المقادير. معانا هنا كوباية سكر، عليها معلقتين من العسل الاسود، هنفضيهم كده في البولة بتاعتنا، نقلبهم. بعد كده معانا هنا 2 بيضة هنكسرهم، هننزل عليهم فانيليا ونقلب. كده تمام. ننزل عليهم بنص كوباية الزبدة اللي سيحناها على النار لما بدأ لونها يتكرمل، وعليها نص كوباية من الكاكاو، ننزل بيهم على السكر والبيض. نقلب كل المقادير مع بعضها. معانا هنا معلقة من النسكافيه مدوبينها في معلقة مية، هننزل برضو بيها على الخليط بتاعنا عشان النسكافيه بيعزز طعم الشوكولاتة. نقلب. بعد كده هننزل بالدقيق بتاعنا، نص كوباية من الدقيق هننزل بيها كده. حطينا نص كوباية الدقيق، نخلناها وهنبتدي نقلب المقدار بتاعنا. هنا معانا مقدار من الشوكولاتة الخام او الشوكولاتة بالحليب، مقطعينها تقطيع عشوائي كده، وبنضيفها لمقدار البراونيز بتاعنا كده ونقلب. كده شايفين القوام بتاع البراونيز بيبقى سميك ازاي؟ هي بيبقى قوامها تخين كده. كده هنصبها في الصينية بتاعتنا. جبنا الصينية وغلفناها بورق الزبدة، هنبتدي نصب المقدار بتاعنا. هنا كده خلصناها. هندخلها فرن يكون مسخن من قبليها بتلت ساعة كده على درجة حرارة 200. بتقعد حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة اقصى حاجة، لانها مش بتغيب، لانها مش كيكة وما فيهاش مادة رافعة، ما فيهاش بيكنج باودر. هنا كده البراونيز بعد ما خرجت، شايفين الطبقة بتاعتها اللي عاملة زي الازاز المتكسر ده كده، ده كده معناها ان دي براونيز ناجحة. هنا بعد ما قدمناها بقى وهناكلها مع شاي، ناكلها مع قهوة، مع لاتيه، مع اي حاجة احنا بنحبها، وبالهنا والشفا.